السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحلقة دي يا جماعة الخير يعني هتلاقوها مختلفة يعني شوية عن الحلقات التانية. هبدأ بالنادي الأهلي على طول قبل نادي الزمالك، لأن النادي الأهلي امبارح طبعا انتوا حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي امبارح خسر ودع البطوله وخسر من فريق عواجيز، من لعيبه عندها 35 و40 سنه و39 سنه. والفريق البرازيلي امبارح ده مسك الاهلي امبارح رقعوا اتنين، اداله اتنين. مش دي المشكله ولا دي القضيه. الاهلي يخسر يكسب ملناش علاقه كزمالك بيه، لان هو احنا وقفنا جنبه وشجعناه ساعه مباراه اتحاد جده. انما ان انت تخسر امبارح وتيجي جماهير تقعد تحفل على الزملكاويه بدل ما تبص على الوكسه اللي انت فيها وتبص على الفضيحه اللي انت فيها. النادي الاهلي اكتر فريق في البطوله على مدار تاريخها هزايم برصيد 14 هزيمه. النادي الاهلي اكتر فريق في البطوله دخل مرماه اهداف برصيد 37 هدف. يعني انت ملك الاحصائيات والارقام السلبيه. يعني انت داخل البطوله دي عشان تخسر وتروح، داخل البطوله دي علشان تستقبل اهداف وتروح. ده مش كلامي، دي ارقام. انت كنادي الاهلي سبت لعيبتك امبارح المتكاسله، سبت مديرك الفني اللي تغييراته غلط، سبت ان انت جايب لعيبه كسر وجايب لعيبه عندها 35 سنه وتدفع ملايين الدولارات وسايب البلاوي السوداء اللي عندك دي، وتيجي تحفل على الزملكاويه واصلا مش عارف الزمالك بقاله طول عمره ما راحش البطوله، اصلا الزمالك مش عارف ايه. عيب. كمان عايز اروح للكابتن ابو الدهب. الكابتن ابو الدهب المفروض كان لاعب في النادي الاهلي والمفروض كابتن مع احترامنا الكامل لشخصه. طالع مع رضا عبد العال امبارح في احد البرامج التلفزيونيه بيتكلم، يعني الكابتن رضا عبد العال بيتكلم معاه بيناقشه عن الفنيات والاهلي خسر ليه والاسباب بتاعه الخساره والكلام ده كله. يرد عليه الكابتن، يرد عليه اللعيب اللي المفروض فاهم وعارف الليله ماشيه ازاي. يقول له ما في نادي في مصر باله من 2002 ما خدش افريقيا، ما في نادي في مصر طول عمره ما راحش كاس العالم للانديه. طب يعني لو انت مشجع عادي نقبل كلامك، انما انت المفروض لاعب اهلاوي. ايه الغل اللي فيكو ده؟ ايه الكره اللي فيكو ده؟ ما تتكلم يا اخي وقضيها فنيات يا اخي. هو الزمالك عامل لناس كتير حرقان ليه؟ هو نادي الزمالك عامل مزعلكم في ايه؟ يعني ما اعرفش الزمالك لا ليه علاقه بيكم ولا لعب معاكم ولا خسر من فريق برازيلي ولا عمل اي حاجه. احنا ملناش علاقه ان انت تروح كل موسم تبقى حصاله وترجع، ملناش علاقه ان انت تروح تبقى فاتح المرمى بتاعك حصاله وتشيل وتيجي. 37 هدف ليه؟ اكتر فريق خسر في البطوله ليه؟ احنا مالنا بالموضوع ده. انما الاهلاويه سابوا الليله كلها وسابوا التحفيل وجايين يحفلوا على الزمالك. ده يعني ما اعرفش في ايه. الزمالك اللي انت ما تعرفش قيمته وقامته، للاسف ان هو موجود في الكره المصريه، للاسف ان هو موجود تحت مظله عامر حسين وجمال علام والناس اللي موجوده دي، موجود تحت تحكيم فاشل، موجود في ملاعب سيئه، موجود في منظومات فاشله، منظومات كهرباء اللي بيسب ويعمل بلاوي سودة وفي الاخر توقفه بعد ما يعدي موسم من الفضيحه اللي عملها ضد جماهير الزمالك. واحد زي حسين الشحات لما يسب ويضرب لاعب وتديله مباراتين ايقاف، دي فضيحه. للاسف ان احنا عندنا اللوائح والقوانين سمك لبن تمر هندي. قرفنا وتعبنا من المنظومه الفاشله اللي احنا فيها دي. كل ما واحد يترقع على قفاه، اصلا الزمالك من 2002 ما خدش افريقيا. طب وانت مالك؟ انا بتكلم كابتن ابو الدهب مع احترامنا لشخصه، هو راجل محترم واحنا بنحبه وبنعزه، ولكن عيب لما تطلع ككابتن كده تتكلم كده. عيب لما واحد يكلمك في الفنيات تروح رادد عليه كرد مشجع متعصب. يقول له طب ما في فريق في 2002 ما خدش افريقيا. ايه علاقه ده بده؟ ايه علاقه اللي انت بتقوله بالكلام ده؟ عيب عليكم. بص لفريقكم اللي هو اكتر فريق بيخسر، وبص لفريقكم اللي اكتر فريق عامل الشبكه بتاعته دي لو قلت السلام عليكم بتخش فيه. 37 هدف في 14 مشاركه، يعني اضرب في 3 اهداف كل مباراه ولا ايه؟ كفايه بقى، ها كفايه. نروح على انظف حاجه عندنا في الكره المصريه وهو نادي الزمالك. نادي الزمالك يا صديقي الغالي النهارده بيختتم تدريباته باذن الرحمن استعدادا لملاقاه فريق سجراده باذن الله بكره. يعني مباراه مهمه جدا جدا، ربنا يكرمنا باذن الله ونكسب المباراه علشان يكون عندنا العلامه الكامله من الاربع مباريات، يكون عندنا 12 بونت باذن الله ونبقى ضمننا الصعود باذن الله.
الكابتن معتمد جمال المدير الفني حذر اللاعبين من بعض اللاعبين داخل فريق سجراده، وان فريق قوي وفريق شرس هيكون موجود بكره، فاللاعبين جاهزين باذن الرحمن. كمان احمد سيد زيزو وعمر جابر جاهزين باذن الله للتواجد يعني، وطبيب الزمالك اكد ان هم جاهزين من الناحيه الطبيه بنسبه 100%. المشاركه بتاعتهم دي ترجع للكابتن معتمد جمال، هو صاحب القرار في اشراك الثنائي. كمان إدارة نادي الزمالك يعني وعدت اللاعبين ان يكون في مكافآت خاصة لكل اللاعبين في حالة الفوز على فريق سجراده. طبعا الناس بتحاول تحفز اللاعبين ويعني تشجع اللاعبين بإذن الله انهم يفوزوا في هذه المباراة. اتمنى من اللاعبين تركز تسترجل، يبقى عندهم دم، عندهم احساس بجماهير نادي الزمالك، وننسى هزيمة المصري ونركز في مباراة بكرة، لان مباراة بكرة في بطولة تانية حلمنا ناخد البطولة يعني على الاقل في الموسم اللي ما يعلم به ربنا ده، فربنا يكرم اللاعبين بكرة واللاعبين يعني تتألق في هذه المباراة وتحصد ال3 نقاط. كمان نادي الزمالك يعني خلاص هيشارك في دورة تانية، دورة ودية موقمة في ابو ظبي في الامارات. دي الدورة التانية اللي هيلعب فيها نادي الزمالك. الدورة دي فيها 3 أندية مميزين، 3 أندية عندهم إمكانيات وعندهم قدرات وعندهم لاعبين يعني مميزين جدا جدا. الزمالك هيلاعب فريق أو هيكون موجود معاه في البطولة فريق يعني أهلي جدة السعودي، أهلي جدة السعودي ورياض محرز ورفاقه وفيرمينو، ويعني لاعبين على مستوى العالم، لاعبين يعني لما أقول لك فيرمينيو كان بيلعب في ليفربول، رياض محرز في المان سيتي، يعني لاعبين ولا أروع ولا أجمل من كده. لما أقول لك إن موجود في فريق ووهان الصيني، فريق مميز جدا جدا يعني اللي بياكل الاخضر واليابس في الدوري الصيني، ومتالق وعنده مجموعه من اللاعبين المميزين جدا جدا. موجود برضه فريق الرجاء المغربي، يبقى 3 انديه مميزين جدا جدا، اهلي جده، الرجاء، ووهان الصيني، مع الكبير نادي الزمالك. فان شاء الله تكون بطوله مميزه او دوره وديه نقدر يعني نطلع بيها باكبر استفاده بالنسبه لهذه البطوله. دي الفرق اللي تلعبها، ولكن هل السكواد اللي عندك هيلعب مع السكواد ده كله؟ هل اللعيبه اللي عندك مش هتتعب بدنيا، مش هتتم ارهاقها بدنيا؟ ما اعرفش، ولكن ده بالنسبه للامور داخل نادي الزمالك. كمان برضو من ضمن الاخبار والكواليس اللي موجوده عندنا في نادي الزمالك، عايز اكلمك ان بعض اللاعبين في نادي الزمالك بتطلب بالمستحقات المتاخره بتاعتها، ومجلس الاداره وعد اللاعبين ان خلال الفتره اللي جايه يتم صرف المستحقات المتاخره بتاعتهم، وان يكون في انفراجه ماليه خلال الفتره المقبله. عايز اوجه كلام لبعض الاشخاص اللي موجودين عندنا في القناه، سواء اللي بيشيدوا بينا او اللي بينتقدونا. الكلام موجه للزملكاويه. اي حد زملكاوي موجود عندي سواء بينتقدنا او بيشيد بيا، اعرف وتاكد بنسبه تريليون في الميه ان انا مصلحتي الاولى والاخيره هي نادي الزمالك. ولما بنتقد مجلس الاداره مش معنى كده ان انا بهاجمهم او كارههم او حاجه، انا بنتقدهم كمستوى اداره، انما ليهم مننا على المستوى الشخصي كل الاحترام والتقدير. ولكن انا لما بطلع اتكلم بتكلم من زعلي، ان انا بتكلم ان انا مش عاجبنا المنظر اللي في نادي الزمالك. فلما بنتقد الاداره بنتقدهم عشان نادي الزمالك، علشان نادي الزمالك. فمحدش يطلع لي في الكومنتات يقول لي اصلا المجلس ده يعمل لك ايه، طب ما شفت المجلس اللي فات. يا صديقي الغالي، انا ما بقارنش المجلس ده باللي فات. كل الاشخاص سواء دول او المجلس اللي فات او اللي قبله، ايا كلهم ناس محترمه، ولكن انا بتكلم مين اللي بيدير الزمالك دلوقتي؟ الكابتن حسين لبيب. مين اللي مسؤول عن نادي الزمالك؟ الكابتن حسين لبيب. انا ماليش علاقه باللي قبله، اللي قبله ده ليه سلبياته وليه ايجابياته، لانه بشر زينا زي اي حد، ليه ايجابياته وليه سلبيات، فخلاص مرحلته خلصت. انا بتكلم في اللي ماسك، اللي متولي الفتره الحاليه في نادي الزمالك. لابد ان انت عشان تنافس على بطولات يبقى عندك سكواد قوي، لابد ان انت عشان تنافس على بطولات يبقى عندك لاعب اساسي ولاعب بديل يعني قريب من نفس المستوى بتاعه، ما يبقاش اللي بيلعب في حته والبديل اصلا في حته تانية خالص. ما يبقاش ان انت لاعبين بتلعب اساسي يعني لا تليق بمستوى نادي الزمالك. قول لي ابراهيم نضاي ده بيعمل ايه، قول لي سامسونج ده بيعمل ايه، لو يعني مع احترامنا محمد عبد الغني بيعمل ايه، حسام عبد المجيد بيعمل ايه، حاتم سكر بيعمل ايه. لا يا جماعه، لو فضلت اتكلم هطلع لك اكتر من 90% من الفريق لا يصلح نادي الزمالك مع احترامنا لاشخاصهم. احنا بنتكلم كوره،
احنا ما بنهاجمش اشخاص، احنا هل الاشخاص دي مثلا في بيننا وبينها حاجه؟ لا طبعا، احنا بنتكلم كوره، احنا بنتكلم كمشجعين لنادي الزمالك، خايفين على نادينا، عايزين نادينا نكسب، عايزين نادينا يفوز. احنا لما الزمالك بيكسب يا جماعه هنا في القناه بنبقى عاملين فرحه العمده من الفرحه والابتسامه والهيصه والكلام ده كله. لما الزمالك بيخسر بيبقى مش شايفين، ضغطنا بيعلى والسكر بيروح في حته، جالنا الامراض من كتر الخسائر اللي بنشوفها. لكن ربنا ان شاء الله يكرم نادينا باذن الله. اهم حاجه بكره نقدم مباراه محترمه جدا جدا تليق باسم نادي الزمالك، وان شاء الله ربنا يا رب يكرمنا بالمباراه دي ونكسب وناخد الثلاث نقاط، وبكده تكون خلصت اخبارنا وخلصت كواليسنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.